إزاي ترجّع طعم حياتك اللي أنت يكاد تكون نسيته. كتير لمّا باسأل حد من الناس اللي أنا أعرفها أو ألاقيه قاعد تعبان كده أو متضايق أو شكله كده مش مبسوط، فأمّا آجي أقول له مالك؟ يقول لي: يا أخي والله أنا لمّا باجي أخُش أنام بافضل قلقان وعمّال أتقلِّب ومش عارف أنام، وباحس إن أنا نومي قليل أصلًا وباقوم من النوم تعبان. في حد تاني ممكن يقول لي: أصل بصراحة الدنيا ما بقاش ليها طعم والواحد ما بقاش يستلذ بأي حاجة ولا حتى الشغل ولا حتى القعدة مع الصحاب ولا حتى القعدة مع الأهل، فإيه السبب في ده أنا مش عارف. فلمّا قعدت أفكّر شوية كده لقيت إن الموضوع ده ليه أسباب كتيرة جدًا. تابعني عشان إن شاء الله الدقايق اللي إحنا بنقعد فيها مع بعض دي ممكن تلاقي فيها حاجة أنت بتدوّر عليها عشان خاطر تلاقي طعم الحياة اللي أنت افتقدته. أول سبب من أسباب فساد حياتنا وضياع طعم حياتنا واللي بيسبب لنا كمان مشاكل وأمراض صحية ممكن تضيّع عمرك كله وأنت مش حاسس. النهارده هنتكلم عن القلق. على فكرة القلق ده في دراسات بتقول إن 70% من الناس اللي بتروح تتعالج عند الدكاترة من أمراض زي ضربات القلب السريعة، زي الصداع المزمن أو قرحة المعدة أو نشاط الغدة الدرقية، أو ممكن توصل لأمراض أكبر من كده بكتير ربنا يعيذنا وإياكم منها، بتبقى سببها القلق، وإن الواحد يقدر يعالج نفسه من الأمراض دي كلها لو قدر بس إن هو يسيطر على القلق. النهارده إن شاء الله هنعرف مع بعض أسباب القلق إيه وطرق العلاج اللي ممكن نعالج بيها الموضوع ده إيه. أول سبب من أسباب القلق ده عايزين نعرف بس حاجة الأول، إن حياتنا عبارة عن 3 أيام، يوم عدى وخلاص ما لناش فيه أي تحكم، ويوم جاي وما لناش فيه أي تدخل، ويوم إحنا عايشينه ممكن نرسم بيه حياتنا اللي جاية. فعلشان أنت دايمًا عايش في أفكارك القديمة أو في مشاكلك القديمة أو عايش في مشاكل الماضي، فتفضل دايمًا عاملة لك قلق وتوتر، ولو أنت شايل هَم بُكرة ومش عارف هتعمل فيه إيه، فده بيسبب لك قلق من بُكرة. فأنت الماضي مش هتقدر تعمل فيه حاجة وبُكرة ما لكش أي تدخُّل فيه. علشان تحل المشكلة دي يبقى أنت أحسن حاجة تعملها إنك تقفل باب الماضي وتقفل باب بُكرة وتسيب بس باب بتاع النهارده، بتاع اللحظة اللي أنت عايشها. ربنا مدّي لك إمكانيات، مدّي لك يومك هتعيشه، مدّي لك صحتك اللي أنت موجود بيها في اليوم ده، فاستغل كل الإمكانيات اللي عندك إنك تخلّي يومك ده أفضل ما يكون. تاني حاجة ممكن تسبب لي القلق ده هي إيه؟ أنا دايمًا لمّا بيكون عندي مثلًا تحصل مشكلة أو حتى لو ما فيش مشكلة، تخيل مثلًا إن مديرك في الشغل طلبك وسايب خبر إنك لازم تخش له ضروري، فأول حاجة بيرسمها عقلك إن عندك مشكلة وإنك هتترفد وتسيب الشغل أو أي حاجة إن كانت، بس عقلك بيهيأ لك دايمًا إن في مشكلة وتسبب لك قلق وتوتر. طيب تعالوا نفترض إن ما فيش مشكلة فعلًا، فكر كده كام مرة أنت حصل لك الموقف ده وتيجي في الآخر تلاقي إن المشكلة اللي أنت عمال تفكر فيها دي مش موجودة، وأنت شايل همها وهي مش موجودة، أو هي أصغر من اللي أنت بتفكر فيه بكتير. دي نقطة. النقطة التانية، تعالوا نقول إن في مشكلة فعلًا. طيب إيه الحل؟ لو أنا عندي مشكلة فعلًا، أول حاجة هاعملها إن أنا لازم أقف آخد نفس عميق وأبتدي إن أنا أتوقع أسوأ سيناريو ممكن يحصل، هيحصل لي كذا، 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 هيحصل لي 1، 2، 3. تاني حاجة إن أنا أتقبل السيناريو ده، ولمّا هتتقبل السيناريو ده هتلاقي نفسك قللت 80% من نسبة القلق والتوتر اللي عندك. شُفت قد إيه بقى؟ وتالت حاجة لازم تواجه وتتحرك بسرعة عشان تنقذ ما يمكن إنقاذه. خلاص أنت كده حليت المشكلة، وهتسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى، لأن دايمًا خلّي في بالك إن ربنا سبحانه وتعالى قدرته فوق ما أنت تتخيل، أنت بس عليك إنك تبدأ الخطوة وربنا سبحانه وتعالى عليه الباقي. زي مثلًا كده لمّا بتيجي أنت شايل هَم رزق ومش عايز تتحرك، طيب ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني بس الطير طلع من عشه وبدأ إن هو يطير، فربنا حط له الرزق عشان هو أخد بالسبب وساب الباقي على رب العباد. وكمان عايز أقول لك إن ملخص حديث كده عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع الصحابة وقبل ما يخش عليهم راجل قال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الكلام ده حصل أول يوم، حصل تاني يوم، حصل تالت يوم. فالصحابة استغربوا إيه اللي بيعمله الراجل ده أكتر من اللي بيعمله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فحد منهم راح له عند بيته عشان يعرف هو بيعمل إيه، فكان من عادة العرب إن هم ما يسألوش حد أنت جاي في إيه إلا بعد 3 أيام. فبعد تالت يوم فبيسألوا صاحب البيت، فبيسأل الصحابي اللي راح له فبيقول له: يعني جاي ليه؟ فلما قال له: أنا جاي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات عنك في 3 أيام متتالية سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فحبيت أعرف أنت بتعمل إيه زيادة. فالراجل رد وقال له: ما باعملش حاجة زيادة إلا إني أنا لما باجي أخش عشان أنام لا أحمل في قلبي ضغينة لأحد ولا أحمل في قلبي غلا لأحد. فتخيل قد إيه إن التصالح مع نفسك هيخلي حياتك ليها طعم وليها معنى، وتقدر تحس بكل حاجة أنت أصلا بتدور عليها دلوقتي. وإن شاء الله أقابلكم الحلقة الجاية مع سبب جديد وعلاج جديد علشان نخلي حياتنا أفضل.